أنا قررت إني أكون سعيدة. ست وراجل متجوزين قاعدين مع أصحابهم. سألت واحدة من الصحاب الست اللي متجوزة: هو أنت جوزك بيخليكي سعيدة؟ الزوج في اللحظة دي قاعد مستقيم، دلالة على إنه واثق في نفسه، لأنه متأكد إن مراته هتقول لأنها سعيدة دايما، ولأنها ما بتشتكيش من أي حاجة، وهو أكيد سعيد لسعادتها. ومع ذلك جاوبت الزوجة: لا، جوزي مش بيخليني سعيدة. الزوج استغرب وبقى محتار، لكن الزوجة استمرت في الكلام: جوزي لم ولن يجعلني سعيدة، لكن أنا سعيدة. فده مش معتمد عليه، لكن معتمد عليا أنا. فأنا الشخص الوحيد اللي بتعتمد عليه سعادتي. عشان كده أنا اخترت أكون سعيدة في كل حالة وفي كل لحظة من حياتي. ولو كانت سعادتي بتعتمد على أي شخص أو أي شيء أو حتى أي ظرف معين أنا مستنياه، فده معناه إني في ورطة خطيرة. كل حاجة موجودة في الحياة دي بتتغير: الإنسان، الثروة، الأصدقاء، حتى المناخ، صحتي النفسية والجسدية والعقلية، حتى المتعاطفين معايا، كل شيء بيتغير. أقدر أقول لكم قائمة طويلة ملهاش نهاية. أنا اللي محتاجة إني أقرر أكون سعيدة بغض النظر عن أي شيء يحصل. أنا سعيدة سواء أملك الكثير أم القليل. أنا سعيدة لو خرجت أو حتى قعدت في البيت وحدي. أنا سعيدة سواء كنت غنية أو فقيرة. أنا سعيدة لنفسي وبحب حياتي، مش عشان هي أسهل من حياة أي شخص تاني، لا، لكن لأني قررت إني أكون سعيدة. لما خدت المسؤولية دي حررت جوزي وأي شخص من حمل هم سعادتي فوق كتفي. وهي دي الطريقة اللي مخلية جوازنا ناجح لحد دلوقتي. اوعى تدي أي شخص الحق في السيطرة على سعادتك. حاول تكون سعيد علشانك انت. الحياة مش بتستنى حد. قرروا انك تكونوا سعداء، فالسعادة هي بالرضا والقناعة. وبس كده، سلام عليكم.